اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اللهم أمين يا رب العالمين. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كده بخير دايما، ودايما كده في في بال رايق يا رب. اللهم أمين. دايما كده يبقى يريح بالكم ويريح قلوبكم يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا له اللايك كده وكومنت حلو زيكم كده يا حبايب قلبي، وتدعموني بلايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك، وتفعلوا الجرس اللي جنب الكل تعملي الكل. قبل ما ندخل الفيديو كده او ندخل على الفيديو، ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. يا رب كفينا شر المستخبي يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب كفينا شر اي حاجة وحشة يا رب مستخبية يا رب كده. ربنا يا رب يكفينا شر، يعني كل حاجة وحشة يا رب يكفينا شرها، ويبعد عن المسلمين أجمعين الوحش، ودايما يريح قلوبنا ويريح ضميرنا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين على قلبي. ما تنسوش بقى تدعموني كده بلايك، حطوا اللايك كده وكومنت حلو منكم كده. طبعا نهى كانت بتصور، بس يعني كان التصوير مش قد كده، مش مظبوط، مش طلعت الستاند. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلاص، يعني خلاص هيمشي، والعيد جاي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب العالمين. بحبكم في الله. انا طلعت البلكونة كده، كنت عايزة يعني اكنسها وكده واروقها، لان كان في اليومين اللي فاتوا دول عفرة جامدة وترابة كده، فروقتها حلو وبعد كده مسحتها عادي، مسيحة عادي يعني وكده. اهم حاجة عندي البلكونة. ابصي اول ما اصحى من النوم كده افتح عينيا اصلي صلاتي واشوف هعمل ايه، وبعد كده بداية شغل خالص في شقتي هي البلكونات. اطلع كده انضف شقتي وانضف البلكونات، وبعد كده ادخل بقى ايه على الشقة من جوه، اشوف ورايا ايه، واشوف اجهز لطبيخي، اجهز لحاجتي. وبعد كده ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. اللهم امين يا رب العالمين، ويريح قلوبكم كده يا رب. اللهم امين. وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات. طبعا أنا يعني بصوا كانت ترابة جامدة أوي يعني، فخلصت كده الفيديو بتاعي الروتينات بتاعتي برا، دخلت على المطبخ كده كنت عايزة أعمل، كان يعني بصوا ضربت في دماغي كده أعمل شوية خشاف، يعني بلح بزبيب بجوز هند كده يعني، وأبل البلح الأول وبعد كده بحط الزبيب والجوز الهند قبل الفطور. ماشي. فطبعا وقفت كده على المطبخ، كنت حاطه التليفون من غير ستاند ولا حاجه، فبصور لكم هو محطوط كده. فخلاص يعني عملت شويه بلح، فتحتهم كده، شلت النوى منهم، وبعد كده ببلهم بقى ايه، يفضلوا بقى يعني كنت بعمل بلهم كده الظهر، هيفضلوا بقى ايه لعند اخر النهار. قبل الفطار بقى هيكون ايه يعني شربوا بقى من اللبن كده وايه، وبقوا مية مية. اللبن معايا حبيبي كان سخن، كنت لسه غلياه، كان سخن. فما يبقى سخن بقى يعني بصي يخلي البلح كده ايه في حتة تانية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا كان عندي فرخية كده في الفريزر، طلعتها نقعتها وغسلتها كويس برضو في مكان التلج وكده، عشان بيبقى ليها بقى ريحة كده، ريحة التخزين. فطبعا حطيتها على البوتاجاز كده، وحطيت لها الايه الاشياء بتاعتها اللي هي الورق اللوري والحبهان والمستكة والكلام ده. وعملت بقى جبت بصلايه كده فرقتها بفلفل اسود بكمون، وبعد كده بحطها على الفرخة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. متنسوش بقى تحطوا اللايك والنبي عشان خاطري، عشان ده فضلا وليس امرا يعني. اللايك ده مش بيخسرك حاجة ولا بيخسر، بصي يعني ادعموني كده بلايك. بحبكم في الله. طبعا انا كنت بقى كمان عايزة اعمل يعني اعملها في الصينية. انا هسويها نص تسوية عشان هي كبيرة، وبعد كده بحطها فين في بحطها في الفرن تستوي مع البطاطس كده في الفرن. طبعا كنت في اليوم ده عايزة اعمل شربات، عشان كنت هعمل كوباية قطايف برضو، بس مش صورت بصراحة.
انا عملت الشربات وبعد كده عملت القطايف، لان انا كنت مصوره معاكم الفيديو اللي فات كنت عامله قطايف. مش عارفه انا كنت بعمل شربات للكنافه، كنت عايزه اعمل كنافه ولا هعمل قطايف بصراحه. انا ناسيه اصلا. عندي زهايمر يا ولاد صايمه. ادعوا لي كده ربنا يعيني وربنا يعينكم يا رب، ويعين كل واحد على حاله. صايمه بقى، هتقولوا ايه؟ اعذروني. طبعا حطيت شويه سكر. بصراحة يعني السكر جيك يعني زايد شوية. ليه؟ لأن البلح كمان كان مسكر، ومع اللبن وكده اجى السكر يعني. هو مسكر للي بيحب اللي مسكر، بس أنا مش بحب الحاجة مسكرة كده يعني. ماشي. فهو حطيت كمان باكو فانيليا آخر النهار، وحطيت قبل الفطار، وحطيت كمان معلقة زبيب، ومعلقة يعني معلقة ونص كده زبيب، ومعلقة جوز هند. بصي يا سلام على كوباية الخشاف ديت يعني. حاجة تانية خالص. ولادي بصراحة مش راضي ياكلوا منها، انا اللي دبست فيها لوحدي، قعدت يومين 3 اكل فيها. يعني كأنها حاجة حلوة كده بعد الفطار كده، او بعدها بشوية اجيب كوباية واجيب المعلقة واكل كده. بصراحة حاجة حلوة خالص يعني. بألف هنا وصحة يا رب. طبعا وقفت بقى على الحوض كده، حطيت الاكل على البوتاجاز، وقلت اما ايه مروق الحوض كده، عشان انا لما بكون آه، في حوض اصلا يعني في مواعين على الحوض، انا ببقى متضايقه جدا بصراحه يعني. لكن لما طول ما انتي واقفه على الحوض، طول ما الحوض بتاعك نضيف، بتحس ان الدنيا رايقه حواليكي جدا جدا. آه، بصوا. الواحد بيجي كده اخر النهار اهو كده، خلاص الحوض اتروق معاكم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقيت الشربات كانت خلاص بقت في الاخر، لان انا بحط الفانيليا اخر حاجة، عشان ما ريحة الفانيليا تفضل في الايه في الفانيليا. كان في الوقت ده مرات اخويا كانت بتكلمني، وكنت بكلمها وكده، فكلمتها دقيقتين وقلت لها شوية كده هخلص واكلمها. زي ما انتوا شايفين كده طلعتها معايا اهي، واحطها بقى فين؟ في صينية البطاطس عشان تستوي معايا، لان انا لو حطيتها كده منها ولادي بقى ما بحبوش البطاطس اصلا في الصينيه. الشوربه دي بقى زي ما انتوا شايفين كده، الشوربه دي هحطها اعمل لهم شويه رز. طبعا هيبقى في رز بشعريه وكده، بعمل لهم شويه رز، وبعد كده بياكلوا رز وشوربه او الفراخ وخلاص، لان هم ما بيحبوش الطماطم بالصلصه خالص. كده خلاص دخلتها الفرن تعيش حياتها كده هي والبطاطس مع بعض كده. وبعد كده جيت انا بقى ايه عشان اعمل شوية رز بشعرية. حطيت طبعا الرز الشعرية على البوتاجاز تتحمر الاول، بعد كده هغسل شوية رز، انا مش مكترة الحلة صغيرة عشان ما يفتش. نطبخ بصوبح بصوبح يا حبايبي، عشان الحاجة غالية والرز غالي والحاجات غالية، عشان بس ما نهدرش في الحاجة خسارة يعني. خلاص الرز نشف معايا اهوت، وهغطيه بقى. ما تنساش بقى ايه تصلوا على النبي كده كتير. واليومين دول بقى ايه يعني، بصوا تدعوا كده من قلبكم كل اللي نفسه في حاجة يتمناها. ربنا يا رب يفرح قلوبكم جميعا. ربنا يا رب ينول كل حد اللي بيتمناه، وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده قال خلاص الفطار يعني، كنا قبل الفطار والحاجة خلاص البطاطس طلعت من الفرن، ومخلل وشوربة ورز كده، وال يعني الخشاف بتاعنا، وكده هيبقى فضل ونعمة من عند ربنا. بصوا يعني أقل القليل ده فضل ونعمة من عند ربنا. ربنا يا رب يرضينا جميعا. والله العظيم لو عيش كده ويعني لو عيش وطعمية، فضل ونعمة من عند ربنا حاجة يعني. في ناس مش لاقيين الحاجات دي كتير، لو فول وطعمية دي مش لاقيينه، احنا الحمد لله بناكل وصحة وستر، والحمد لله ربنا سترها معانا ومع المسلمين أجمعين، يا رب يسترها مع الكل. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك كده، وتحطوا لي كومنت حلو من قلوبكم. بحبكم في الله. دمتم سالمين، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.